بالمرتبة الأولى. والحمد لله خديت جائزة أحسن فحل بربري في المغرب. تلاقي محسن المنطقة الشرقية وجدة، الحارسة وجدة، فزنا بالمرتبة الأولى جائزة العربي البربري، وفرحين بزاف من هذه الجائزة ونتمنوا الشامبيون من بعد. يلا يحفظك. شنو الطموح ديالكم وشنو الاهداف؟ الاهداف ديالنا بغينا نطوروا هذا الموروث الاصيل على حسب توريضه. البارك كيشارك في توريضه، كيشارك البريزونطاسيون، و شنو نقول لك، وجده فيها الخير بزاف. خاصة هي المشوار وجده هي الاولى، منافسه خير على الله ترضى. المشاركه شارك معها 45 عود وكتحصل المرتبه الاولى. حنا كنشاركوا مع هاد المباريات والحمد لله مرة كاين نتيجه على مستوى كموروث اجداد. يسلم الجوائز السيد عمر صقلي المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس. السلام عليكم، معكم محسن بوزوبع مربي خيول البربرية. الحمد لله هذا العام هذا شاركت بأربعة ديال الخيول في لا فينال في الشامبيونات دو سالون دو ماروك. الحمد لله j'ai gagné 3 médailles d'or et une médaille فضية. والحمد لله خديت جائزة أحسن فحل بربري في المغرب. الله يبارك فيك سيدي، شكرا، الله يطول عمرك، الله يحفظك ويجزيك. وشوف انا عندي زعما واحد ليكسبيريونس طويله مع لي زانيمو اون جينيرال، ولكن سبيسيالمون مع لو شوفال. دونك صافي بليزيور اني كو جو في هاد ليلفاج. دونك طلعت واحد لو بتيت élevage ديال لو بار، باسكو كيما عارفين بان لو بار سان شوفال ديال لافريك دو نور، سان شوفال دوريجين ديالنا حنا ديال المغرب، وسان شوفال اللي براتيكمون في طور الانقراض الى ما تشجعش. والحمد لله الشركه الملكيه اللي تشجع الفرس كدير مجهودات كبيره باش تنمي هذا الصنف هذا من الخيول اللي هو الفرس العربي البربري الفرس البربري. والحمد لله كاين بليزيور كيعاونوا الحمد لله المملكه باش يطوروا هذا النوع من الخيول. انا بالنسبه لي لو ديفلوبمون ديال هاد لاغاس دو شوفال اي نيسيسيتي، خص نديروا عليها شويه الفيزور، باسكو هو واحد العود اللي ما كثيرش بزاف في المغرب، ما كثيرش بزاف في العالم. دونك الا جينا نشوفوا شحال ديال لي نيسونس في العالم ما نلقاوش بزاف، وباش تبقى هاد لاغاس شاده خصها شويه ديال الدعم وخصها ديال شويه ديال التشجيع الكسابه، سورتو الظروف شويه صعيبه معكم عارفين مع الجفاف وهذا، دونك كلشي ولا غالي، ولكن هادشي كله لا يمنع انه هاد العود هذا يستاهل. دونك الناس انا كنشجع الناس باش يحاولوا يربيو هاد النوع من الخيول، يحاولوا يطوروها باش نحاولوا نمشيو بها الامام ان شاء الله. المنافسات الخارجيه كتشاركوا فيها ولا؟ وي هذا لو صالون انترناسيونال غير معاه صافي 2 زاني اللي ما كيجوش بالنسبه للو بارب اللي نشوفوا، لان شكون اللي كان كيشارك في لو بارب
كان كيشارك فيها راكم عارفين المغرب، الجزائر، ليبيا، تونس ولا فرنسا. هذوما لي بيي اللي كانوا كيشاركوا في لو بارب. صافي دولا 3 زون اللي كانت كورونا دونك ما كانوش كيجيو، وهاد العام هذا ما جاوش، ولكن هو نورمالمون سان سالون انترناسيونال. لو شوفال بارب سان شوفال كيما قلت لكم سان شوفال دوريجين من المغرب، دونك سو كيفي الاصل ديالو من المغرب، دونك سو كيفي الدول الاخرى اللي كتجي باش تلعب مع المغرب باش تنافس راسها. اما لو شوفال اللي ماروكان، ما كاينش دوطخ بيي اللي عندهم هاد لاغاس مغير لي بيي دافريك دو نور. كنشارك حتى في البيرسون عرب، شاركت في ديبي سيمين بالبيرسون عرب باسكو عندي البارب وعندي البيرسون عرب، والحمد لله درت نتائج مشرفه بالنسبه لهذا النوع من الخيول، لان كما عارفين المرابط اللي كتعرف فيها مرابط عالميه كمرابط الشقاب، مرابط اجمان، تبارك الله مرابط كبيره، والحمد لله قدرت نربح الجائزه الرابعه في الخيول ديال 3 سنوات، والجائزه السادسه في الخيول ديال السنه. بالنسبه لي انا نتيجه مشرفه فيو لا كاليتي ديال الخيول اللي كنتنافسوا معاها. تبارك الله عليكم. الله يطول عمرك سيدي، شكرا. مبروك عليكم. الله يحفظك. الله يطول عمرك. شكرا. الجوائز تقدم من طرف الدكتورة إلهام الحمزاوي، طبيبة بيطرية بالحريفة الوطنية للجديدة. Les prix seront remis par Dr Ilham الحمزاوي, vétérinaire au Hara national للجديدة. المعرض يعني بقينا في احسن حله، وزعما كيعبر على التراث ديال الفروسيه اللي كاينه في المغرب، وفيه بزاف ديال ما يتشاف، يعني كاين بزاف ديال لي ستوند كيشوف الواحد، وكذلك كنكتشفوا حتى يعني الفروسيه في جميع الاشكال ديالها، العسكريه، الامن الوطني، الحرس الملكي. وش بونس هذا المعرض هذا كيعطي واحد الزخم لهذه المنطقه من ناحيه السياحه ومن ناحيه الفرجه، وكذلك متنفس الساكنه باش تكتشف واحد المكان ترفيهي وثقافي في نفس الوقت. صراحه المره الثانيه اللي كنجي للمعرض، جيت اول مره هذه واحد 10 سنين فاش كانت جديده، ثاني مره هي هذه، وكنشوف بانه تحسن بزاف الامكانيات اللي توفرت ليه، ولا زعما البنيه التحتيه ديال المعرض، وهذا كنعتقد بانه ولا اكثر احترافيه من المره الاولى اللي جيت فيها، وكنظن بانه تحسينات ممكن هذا المعرض هذا تضاف ليه هو تحسين الجولان النفسي، كاين شويه ديال الزحام وكاين شويه ديال، وكذلك الباركينغ هذا هو اللي بان لي خصو يتسع. جاني هو متنوع بلي زيكسبوزيسيون ديالو، بالشركاء اللي كثار، وصراحة هو تيضم واحد الناس كثار، لذلك تنتمنى انه خصوصا بالنسبه للزوار تدار مساحات اكثر، لان الناس كاين اطفال كاين ناس كبار، وخصوصا بالنسبه للمعاقين خاص بعض الولوجيات تزاد، وان شاء الله في كل عام غيكون كل تنظيم احسن من العام اللي قبل منه.
احسن حاجه عجبتني في المعرض هو انه بحال دابا هاد الجهه هادي كاين لي زيكسبوزيسيون ديال الحرس الملكي، ديال القوات المساعده، ديال الامن، يعني بزاف ديال المتدخلين اللي عندهم علاقه سواء بالمجال الفلاحي او اللي عندهم علاقات بالسلطات. يعني كاين واحد التنوع كثير، وهذا تيدل على الارتباط ديال المغربي بصفه عامه بالفرس. واجي المعرض زوين، جيت لي دابا شي 3 ايام تابع وزوين وفيه الاجواء زوينه هنايا وتستمتع شويه، تبدل الامبيونس شويه. شنو احسن حاجه عجبتك؟ هو الخيل تيبان لك زوينين، يعني عاطين واحد المنظر زوين، تكره تجيب الوالده ديالك والاصدقاء ديالك كاملين يتمتعون شويه، انه بنادم يجي يستمتع مع دارو مع عائلته. شنو اللي كتمنى يكون مستقبلا ان شاء الله؟ غادي يزيدوا في الوقت وديروه، ما غير تيحبسوا هذا الشيء. بنادم تيبغي يزيد يتفرج مع عائلته، يجيو بنادم من بعيد. انا جاي من كازا باش نتفرج فاش. المهم هذه ماشي اول مره كنجي، منين بدانا مع هاد الماراثونين الناس اللي مواظبين على المجيء كل عام زعما وكيعجبوني العروض اللي كيكونوا هنايا، بالاضافه للعروض التبوريضه. كلشي تبارك الله منظم. اللي كيعجبني هو انه كلشي منظم، يقدروا كنجيو حنايا والعائلات ديالنا وكلشي كيستمتع. بالنسبه للحوايج اللي ناقصين هو تذاكر، بحال دابا انا اليوم باغا نجي في الليل ولكن التذاكر غير متوفره. كنتمنى تكون التفاته لهذا الامر. Chez le docteur Mamadou Diarra, directeur de la reproduction du Haras national. C'est la 7e participation du Sénégal au salon du cheval d'El Zadida. Comme zadiste, on sait la relation particulière que lie le Sénégal et le Maroc. Le Sénégal participe depuis quelques années au salon du cheval. Donc, comme cette année, avec le thème du salon qui est le développement durable, on sait tous que dans notre contrée, le cheval joue un rôle très particulier dans le développement durable, surtout dans le milieu rural, à savoir la traction animale, mais aussi l'agriculture. Donc cette année, c'est une très belle participation. Durant 5 jours, on a su démontrer les capacités du Sénégal dans la filière équine et on a su échanger avec nos homologues pour le développement du cheval. Merci.
وكأنه صنع خطوة نجاح متميز. الدليل أنه بفضل وتسليم الجمهور وصلت رياضة فلوريدا لسنة أخرى شاب كبير على الصعيد ليس فقط الوطني ولكن على الصعيد العالمي. المرتبة الثالثة في الحديث